حبايب، شلونكم؟ راح نسوي وياكم مربى الجزر. مقادير مضبوطة وطريقة سهلة. نبتدي بالمقادير. اولا تقريبا 600 غرام من السكر، ونص كيلو مبشور يعني من الجزر، وثلاث حبات هيل للطعم للنكهة. نشوفوها قدامكم. وهنا عصرة ليمون، نص ليمونة، وهنا كوبين من المي. تبعوا المقادير بالطريقة الصحيحة المضبوطة. في كسرولة أو جدرية نحط بيها مبشور الجزر، ونضيف عليه قلاصين مي، ونغطيه تمام. وناخذه قبل على الغاز، ونخليه شوية يغلي فور أول غلوة. لما يغلي نخلي عليه الهيل أو الحبهان، حتى الطعم مالته يصير يعني النكهة مالته والطعم والريحة كلش طيبة. ونقلبه. ونغطى عليه ونتركه على النار إلى أن يتسبك يستوي. ونضيف عليه السكر، نقلبه إلى أن يختفي السكر. وبعدين نغطى عليه ونضيف له عصرة ليمون، ونقلبه ونغطى عليه. شوفوا حبايبي شلون استوى، شوفوا شلون ينهرس بالإيد، كلش مستوي ودايب. بعد ما برد شوية يعني تنزل الحرارة مالته. هسه نديره بأواني مال بلاستيك حتى نحوضه. نخليه يبرد، وبعدين نخليه بالثلاجة، ويبقى 6 أشهر بالثلاجة، ما عليه شي، يبقى محفوظ. وتقدم مع القيمر أو القيمر راح نسميه، صحي ونظيف وبالإيد. وهذه هنا حبات الهيل مبينة واضحة بالفيديو. وصح ومفيد للأطفال، ينفع سندويشات مع الجبن مع القيمر، ينفع لتحشية الفطائر أيضا، كلش طيب ومفيد ومغذي. وهالكمية خلصت، تقريبا نص كيلو جزر سوالي ما يعادل كيلو. أنا عندي هاي العلبة البلاستيك سوت لي كيلو جزر، واقتصادي ومفيد وكلش. هاي علبة سوت لي تقريبا كيلو جزر، أنا قايستها هذي. هسه ناخذه على الثلاجة نخليه يبرد، ويا ما يبرد يلا نغطي عليه حتى هاي البكتيريا كلها حتى ما يعفن يعني العفو. حبايب أتمنى تشتركون بقناتي وتدعمونا حتى يوصلكم كل جديد. وشكرا على المشاهدة، ومع السلامة.